الموضوع اللي بغينا نسردو هو واحد الدار شريتها من الضحى في المشروع الاول كان في 2006. وانا واخا من القنيطريه ما ساكناش في القنيطره، خدمت في بلاد اخرى، ما دركت تجي للقنيطره حتى مؤخرا هذه واحد العامين. ملي كنجي للدار كنتفاجئ فيها كارثه، انا لله وانا اليه راجعون. اولا بعدا ملي عطاوها لي الضحى عطاوها لي في واحد البلاصه من ديك الوعد ما وفاوش، ولكن رغم ذلك قلت ناخذها. مني جيت لقيتها كارثه طبيعيه، دخلوا ليها الشفاره، خوشفوها داو منا داك الشيء كامل، صلحنا عاودنا البيبان شي تكاليف ديال 100,000 ريال ولا اكثر، ومن بعد رجعنا ليها ولات كلها كتقطر، كلها مشقوقه، كلها كتريب. وانا من الواجب ديالي ومن المسؤوليه ديالي كموظفه ديال الدوله خاصني نعلم السلطات المعنيه بهذا الامر، باش الا وقعت شي حاجه في داك العماره انا ما مسؤولاش، اللهم اني قد بلغت وما عندي حتى سلطه على الجيران باش نقول لهم راه حنا علمناهم ووعيناهم، ولكن الامر باقي هو هذاك. والدار يرثى لها، الا جيتو تشوفوا كلها مشقوقه، كلها كطيح، ولات مزبله، ولات كتخلع، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي. دابا بلغنا الواجب ديالنا وبلغنا باش نتوما تعاونونا نفكوا هذا المشكل، نشوفوا ما هي ما صالحاش للسكنه. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم اجرني في مصيبتي وخلفني خيرا منها، ونسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يفكنا هذه الغمه وتعاونونا فيها باذن الله. وهادشي اللي كنعرفوا فيكم، وحسن الظن بالله وبكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. السلام عليكم. من الاضافات اللي غادي نزيد هو ان كيهمني اكثر هو الواجب الوطني. هذه عماره ولا طاحت على مواليها راه مصيبه عظمى للجميع. كيهمني سميتو السكينه والطمانينه والامن ديال المواطنين اكثر. راه عماره قد ما مايله الا ما بلغناش وطاحت راه مصيبه، وحنا ما نبغيوش نوصلوا لهذا الشيء. هذا الشيء اهم عندي من هذه الخساره ديال 22 مليون.